أهلا وسهلا فيكم متابعينا بحلقة جديدة من برنامجكم رمضانكم فلسطيني. رمضانكم فلسطيني ورمضان فلسطين ما بيكمل إلا بالحلويات الفلسطينية. عرفناكم على عاداتنا وتقاليدنا وسفرتنا في رمضان وشبابنا في الغربة والمرأة الفلسطينية. ما ضل علينا إلا الحلويات الفلسطينية، من الكنافة النابلسية محروة الجميع ومن معمول العيد اللي بيزين الطاولات الفلسطينية كلها بالعيد. اليوم رح نتعرف على طريقتهم خطوة بخطوة. تابعونا. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم، وكل عام وانتم بالف خير يا رب، وينعاد عليكم بالصحه والسلامه. اهلا وسهلا فيكم، معكم الشيف سعد جابر الشيف الفلسطيني، ومعنا الشيف نسمة شيف جزائرية مختصة في الحلويات الجزائرية البريستيج، وحاليا مختصة في الكنافة. شيف جزائرية بدماء فلسطينية، الشعب الجزائري طبعاً. كله ما شاء الله بدماء فلسطينية. المهم اهلا وسهلا فيكم. اليوم معنا وصفة في كل بيت فلسطيني بنلاقيها قبل العيد بأيام، بتلاقي النسوان عندنا أمي وجاراتها التموا كلياتهم في الدار ومن دار فلان إلى فلان، وبلشوا يكعكوا ويعملوا ويجهزوا للمعمول، معمول العيد. احنا في فلسطين معروفين انه قبل العيد بيومين ثلاث بتلاقي الشعب كلياته استنفر، الدار كلها استنفرت، جيب سميد، جيب سمنه، جيب زيت، جيب زبده، وكل ام عندها الوصفه تبعها مختصه فيها، وكل عيله بتلاقي عندها طعم مختلف. انت بتروح من بيت لبيت بتزور كل الناس، كل واحد تاكل عنده معمول بتلاقي طعم مختلف. ليش؟ كل واحد عنده لمسته. اليوم انا نعطيكم وصفه معمول العيد اللي بنعملها في فلسطين، اللي بتلاقيها في كل بيت فلسطيني. المكونات عندنا مكونات بسيطه المعمول هذا يعني، وبتختلف من مثل ما قلت لكم كل واحد وكيف بيشتغلها. في ناس بتستعملها بالسميد، في ناس بتستعمل الزبده، في ناس بتخلط السميد مع الزبده، في ناس بتخلط الزيت مع السميد، فكل واحد وكيف بيعملها. اليوم بدنا نعطيكم اياها بابسط المكونات. عندنا بيجي فيها سمنه، سميد فرخه مثل ما بنقول له احنا في فلسطين، او سميد الناعم. طحين، احنا راح في ناس كمان تعملها بسميد لحاله، في ناس بالطحين لحاله، في ناس بخلطوهم، احنا راح نخلطوهم اليوم. فهي هي، وعندنا فيها يعني المكونات الاساسيه احنا نستعملها بالسمنه، سميد، طحين، عندنا حليب بودره بيعطيها اللون، عندنا شويه قطر، القطر كمان بيعطيها لون في الفرن، وفي مطيبات احنا بنضيفها، في ناس بتضيفها في ناس ما بتضيفها، احنا بنضيف شويه مستكه طحناهم طبعا وجهزناهم، وعندنا هون شويه حبه البركه كمان مطيبات منكهات بنضيفها كمان رشه حبه البركه. معلش. وهلقيت بدنا نخلط الطحين، احنا خلطناه، حطينا كيلو 100 سميد، وراح نحط 900 جرام طحين، وبتقدر تحط نص بنص، زيد شوي سميد نقص شوي سميد، يعني مش معيار ثابت، وكل واحد وام وشطارتها، ومثل اكل الاميات ما فيش، احنا بنصير شفات بس بضل عندنا اكل الاميات هو الصح. هيك حطينا طحيناتنا سميداتنا، اعطيناكم العيارات يعني تقريبا. اذا كنت محاط طحين لحاله الوصفه، اذا كنا حاطين طحين لحاله نص الكميه بدها تكون دهن، سمن او سميد، سمن او زبده، او سمن وزبده مخلطين مع شويه زيت. اذا حطينا سميد بنقص شوي من كميه السمنه، لانه الطحين ما بغبش سمنه مثل السميد، يعني السميد ما بغبش سمنه مثل الطحين، فاحنا لانه خليط نقصنا شوي بالسمنه، حطينا 900 جرام سمنه وكيلين طحين حاليا، وبدنا نحط لهم حوالي 200 جرام حليب بودره. حليب البودره بيساعد عشان اللون، عشان موضوع اللون. وبدنا نحط لهم شويه قطر بقدر 4-5 معالق لكل كيلو، يعني لكل كيلو حطينا طحين بدك تحط 4-5 معالق، فهون هي انت ونظرتك. وهي اضافه يا جماعه الخير، فيك تحطها، فيك تضيفها، فيك ما تضيفها، هي اضافه شويه مستكه، كم من حبه، كم من غرام، بيعطونا نكهه طيبه كمان في المعمول، فرح نضيفها احنا. المي واحنا بنعجن، المي هي ما طبعا من الاحسن انه ما تاخذش فتره عجين كثيره، يعني بنحركها ببعضها البعض عشان تندمج المكونات. اثناء التحريك بنقدر نضيف لها حوالي ملعقتين زيت، بتساعد انه المكونات تندمج ببعضها البعض. وهون عندي مي، المي بضيف حوالي للكيلو حوالي 200 جرام مي، وبخليها تنضرب، بنخلي العجينه ترتاح شوي، وبنرجع لكم بتشوفونا. بعد ما شفنا العجينه وارتاحت معانا وصارت جاهزه للشغل، وجهزت لنا الشيف نسمة الحشوات تبعنا، الجوز، التمر والفستق بعد شوي ان شاء الله. لقيت بنقطع العجينه هيك، بنقطعها شكفات لتتناسب مع حجم القالب تبعنا، وهي طريقه التشكيل اللي بنعتمدها احنا.
بس نكمل تشكيل ونكمل تجهيز بتفوت على فرن على حرارته 220 تقريبا، 220 درجة، مش أقل من 200 220. أنت بفرن البيت عندك بتستعملي الفرن، بتشغلي من فوق ومن تحت، بتخليه يسخن منيح ليوصل 220، بتفوتيهم. بياخذوا معنا في الفرن حوالي ربع ساعة ماكسيموم، يعني أكثر شيء 20 دقيقة، مش أكثر. بكونوا استووا من جوا من برا، تحمروا، بتشوفيهم انت بس يتحمروا ياخذوا التحميره المناسبه هذيك، تسحبيهم من الفرن بكونوا جاهزين للاكل. وصحتين وهنا، وكل عام وانتم بخير، واهلا وسهلا فيكم. أنكا كنافه. وحاليا مع وصفتنا الثانيه لليوم، الكنافه النابلسيه، معشوقه الجماهير، القلوب لا تقاومها الكنافه النابلسيه. لما تكون جبنه بتشط وتمط مثل نهار اليوم، نهار رمضان، تشوفها يا سلام على ايام نابلس والكنافه النابلسيه عند ابو صالحه. المهم بدنا نوري لكم اليوم وصفتنا الكنافه النابلسيه، وبدنا نحكي لكم قصتها التاريخيه اللي مش عارفين اصلا اذا صح او لا. احنا يعني شو كانوا يحكونا ابونا وجدنا وستنا وسيدنا، بدنا نحكي لكم اياها. بيقولوا ان الكنافه النابلسيه اول ما اخترعوها الفلسطينيين، لما اخترعوها عشان معاويه بن ابي سفيان. قالوا انه معاويه بن سفيان اجى زياره لفلسطين. معاويه بن ابي سفيان كان معروف انه انسان يحب بطنه، يعني شره، يحب الاكل، يحب كرشه، كان انسان معروف بالشراهه وحبه للاكل. واجاهم زياره برمضان، ومعاويه بن سفيان اجاهم زياره برمضان، فالفلسطينيين حبوا يكرموه، حبوا يهدوا له هديه اللي يقدموها له على السحور، بهدف انه شو؟ قالوا بدنا نخترع طبق يكون مليء بالسعرات الحراريه ويشد له، مثل ما بتقولوا احنا، مثل ما بتقولوا هون بالجزائر، يشدوا نهار كامل. فشو عملوا؟ اخترعوا النابلسيه، الكنافه النابلسيه. الكنافه النابلسيه الاصل تاعها شو؟ المكونات تبعها عندنا فيها اول شيء السمنه الحره، السمنه اللي بتقولها بالجزائر السمنه البقريه الحره. عندنا السميد اللي بنتبله وبنطحنه وبنوصله لهي الشيء اللي هي رشه الكنافه مثل ما بنقول لها احنا، الرشه. وعندنا الجبنه، جبنه العكاوي. جبنه العكاوي جبنه دسمه مليئه. فتخيل طبق مكون من هي ثلاث مكونات، فكان يعطي نوع الدسامه والسعرات الحراريه والثقل، يعني طبق ثقيل بالنسبه لنا الكنافه النابلسيه. طريقه تحضير الكنافه النابلسيه كيف بنطبقها؟ اول شيء بنجيب الصينيه تبعنا، واحنا حصرا في فلسطين بنشتغل بصواني نحاس، لانه صواني النحاس ما بتلزقش، وهذا هو الاساس فيها، وعندها توزيع للحراره بشكل مختلف. بنحط السمنه. الكنافه النابلسيه ما بتحبش سمنه كثير، بنحط كميه سمنه محترمه، ندهن الصينيه فيها. أسرار نجاح الكنافة النابلسية، أول إشي بده يكون عندك الجبنة ما تكونش جبنة اللي بتطلق مي كثير أو اللي بترمي مي كثير، بدها تكون جبنة العكاوي حصرا، بنحليها مثل ما إحنا هون حليناها وحطيناها. هي بتخلي لما بتذوب بتوصلش المي لتحت للصينية، فبتلزقش الكنافة، لما تقلبها بتجي كلياتها شكفة واحدة. ثاني إشي كمية السمنة اللي بدنا نحطها بالصينية، ما لازمش تكون شحيحة وما لازمش تكون كثيرة، إذا كثرت سمنة في الصينية راحت مش حتنقلب معك، واذا قللت سمنه كمان نفس الشيء بدها تلزق في الصينيه. الاثنين بيأدوا لنفس النتيجه. فكميه السمنه اللي بدها تكون في الصينيه مثل ما شفتوا، حطينا كميه مش شحيحه ومش كثيره بنفس الوقت، مش مثل الكنافه الخشنه اللي بنقليها قلي، بتكون يعني لو حطيت لها سمنه كثير ما بيأثرش، بالعكس السمنه الكثيره فيها بتكون منيحه. وعندك الكنافه هي الفرق احنا بنحضره بطريقتين، في ناس اللي بتحضره من السميد، وفي ناس اللي بتحضره من الكنافه الخشنه نفسها. بنعمل لها تتبيله خاصه بالقطر والسمنه، وبنطحنها بتجوز على مراحل الطحن، بعد الطحن التحميص، بعد التحميص الغربله، لحتى نوصل لهذا الافتات اللي هي الفرق اللي بنقول لها احنا، او الرشه تبع الكنافه. مهم انه تكون الطبقه الاولى عندك ناعمه، عشان المنظر تاعها هو الانعكاس تاع وجه الصينيه مثل ما بنقول احنا. وبعدين انتشرت لكل انحاء فلسطين، بتلاقي الفلسطينيين مجمعين كامل بيتفقوا على شغله واحده، وين ما كانت ولاياتهم، من نابلس، جنين، رام الله، غزه، خليل، بيتفاهموا على شغله واحده، الكنافه النابلسيه.